السلام عليكم. للي متابع اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على الفاينل كات برو، وعرفنا كمان الانسبكتور اللي هي الخانة اللي بنعدل عليها او بنقوم بكل التعديلات اللازمة على المشروع بتاعنا. النهارده هنخش بقى على التايم لاين وهنعرف بقى كل تفاصيل التايم لاين، وكمان انا جايب معايا شوية فيديوهات هنقصها وهنضيف صوت، وكمان النهارده هنضيف الماجيك ماسك، وده من الافكتات المشهورة جدا على الفاينل كات برو. النهارده هنجربه وهنشوف بيشتغل ازاي وهناخد كل الاوبشن بتاعته. يلا بينا. هنبدأ أول حاجة بالتايم لاين، وهو قلب العمل أو قلب البرنامج نفسه. وفي الفاينل كات برو التايم لاين بيعتمد على خاصية اسمها الماجيك تايم لاين. يعني إيه ماجيك تايم لاين؟ يعني أنا لما أجي أدوس كده على فيديو من الفيديوهات دي وانزله تحت، بيلزق اوتوماتيك في الفيديو، ما بيجيش في المكان اللي انا حاططه بالماوس، ودي اسمها الماجيك تايم لاين. ميزتها ان هو بيمنع الفراغات ما بين الكليبات، زي ما احنا شايفين مفيش فراغات ما بينهم خالص، اقدر انا ابدل ما بينهم. وكمان نقدر نكبر التايم لاين او نصغره من هنا. لو جينا هنا على علامه الفيديو دوسنا عليها، ودوسنا على علامه الموجب والسالب بالشكل ده، في شريط ما بينهم. لو جينا زودنا او نقصنا الشريط هيكبر او يصغر في التايم لاين بالشكل ده. او ان احنا ممكن ندوس حرف الزد اللي هو الزوم، وبعد كده ندوس كليك هيعمل زوم، او نفضل دايسين اوبشن هنلاقي الزوم بقت ماينس بالشكل ده. ولو دوسنا اوبشن على طول ودوسنا كليك هيعمل زوم اوت. ده برضو اختصار. كمان تقدر تنقل ما بين الفيديوهات على التايم لاين. لو دوسنا كوماند ودوسنا يمين او شمال بالشكل ده، هيتنقل ما بين الكليبات او الفيديوز اللي محطوطه جوه التايم لاين نفسه بالشكل ده. طيب هنيجي اول حاجه عايزين نعملها، وهي حاجه طبيعيه، ان احنا نقطع الفيديو. بيقطع الفيديو هنا في الفاينل كات برو بكذا طريقه. اول حاجه هنيجي ندوس على الفيديو اللي احنا عايزين نقطعه مثلا بالشكل ده، وهنيجي هنا عند الماوس، علامه الماوس اللي فوق هنا، وهي علامه بليد دي اللي هي القطع. لو دوسنا عليها بالظبط هيعمل لنا المقص بالشكل ده. نقدر ندوس على الجزء اللي احنا عاوزين نقطعه وندوس كليك هيقطع الجزء بالشكل ده. طبعا علشان نرجع تاني، السهم هو حرف الايه. طبعا هو الاختصارات اللي عندك دي يستحسن ان انت تحفظها، لان هي دي هتسهل عليك الدنيا والشغل كتير جدا. طبعا حرف الايه اللي هو السلكت، هندوس كده هنلاقي الجزئين اتقطعوا. السهم الاحمر ده، او لو انا بتحرك بالماوس كده بيظهر لي فوق في الفيو الفيديو وهو شغال، انا من غير ما ادوس بلاي، انا بس بتحرك بالسهم ده. نقدر نوقفه او نشغله من الحته اللي على اليمين فوق هنا، فيها دي كل الحاجه الخاصه بالبريفيو. لان لو دوسنا عليها بالسهم كده، تيرن سكيمينج اون اور اوف، ده لو دوسنا كده عليها اون كده وقفناها، كده اشتغلت، كده وقفت. لو جينا بالماوس مش هيظهر البلاي باك بتاع الفيديو حتى لو انا حركت. لو دوست عليها تاني اقدر ان انا اشوف. طيب انا اقدر اوقفها او اشغلها من الشورت كات حرف الاس. لو دوست اس مش هتشتغل، لو دوست اس تاني هترجع تشتغل تاني. حاجه تانية، ودي اللي اسمها السنابنج اللي هو لو لاحظين معايا هتلاقي عامله زي مغناطيس كده، يعني جه على الفاصل ولزق عليه. انا مش عايز كده، انا عايز مثلا اقفل الحته دي ازاي؟ لو انا طفيت الزرار ده تيرن سنابنج اون اور اوف، او حرف الان. يعني لو دوست على حرف الان كده، لو جينا نبص على الزرار، لو انا طفيته وجيت امشي بقى كده هنلاقيه جه عند الفاصل ومشي عادي سموز ولا كأنه موجود اساسا. دي بقى بتحتاجها لو عاوز مثلا لقطه معينه، تفصيله معينه، من غير ما هو يعمل سنابنج او ان هو يلزق. تمام، نرجع تاني للقطع. احنا قطعنا الجزء دون كده. لو جينا نشيل الجزء ده، احنا عايزين مثلا نشيل الجزء ده، هنشيله عادي بدوس ديليت، هنلاقي الاجزاء التانية ضمت على الجزء ده. طيب انا مش عايزها تضم، انا عايز اشيلها من غير ما اضمها. هعمل ايه؟ بكل بساطه هتدوس على كوماند واوبشن، وهتدوس فوق السهم بتاع فوق، هتلاقي الفيديو طلع فوق وبقى مكانه حاجه كده فاضيه. ده اللي اسمه الاميتي سبيس، بيحط لك مكان الفيديو اللي انت طلعته فوق دون علشان يمسك الفيديوهات التانية دي وما يضمش عليه على المكان الفاضي ده. بكل بساطه لو جيت مسحت بقى الفيديو اللي فوق بالشكل ده، هتلاقيه اتمسح معايا والفيديوهات ما ضموش على بعض. ليه بحتاج الحركه دي، او ايه ممكن استفاد بيها من حاجه زي كده؟ مثلا تعالى نرجع اول كوماند وزد. جيت انا بقى عايز ان انا اشيل بقى الحته دي. لو انا شلت دي كده، كل حاجه ضمت على المساحه اللي انا شلتها من الفيديو. طبعا انت لما بيبقى عندك التايم لاين كبير، بيبقى في حاجات انت ظابطها على يعني كام دقيقه بالظبط مع كام دقيقه بالظبط هيحصل ايه بالظبط مثلا. فانت لما تيجي تشيل حاجه وكله يضم على كله، خلاص كل الترتيبات او كل الحاجات اللي انت عملتها باظت. فانا مش عايز كده، انا عاوز اغير دي او اشيل دي بحاجه تانية، بس احفظ مكان الفيديوهات اللي قدام كلها ما تتغيرش مكانها. طيب انا مسحت دلوقتي الفيديو، والمساحه اللي في النص دي
أنا عاوز إن أنا أقللها شوية أو أكبرها شوية. بكل بساطة هتدوس على أولها كده أو آخرها، هنلاقي السهم اتغير من السهم ده للسهم ده الشكل ده. هندوس كليك ونسحب، نسحب معاها هتتسحب بالشكل ده، نزود أو نقلل. طب ولو مسحناها هتتمسح وكله هيضم على طول. او نستبدله بفيديو بنفس المساحه. ازاي؟ يعني فرضا انا عندي المساحه دي، عندي الفيديو ده، هنيجي نحطه على الفراغ دوت من فوق كده ونسيب الماوس، هيظهر لنا قائمه في ريبليس فروم ستارت وفروم اند ويز ريتايم تو فيل. لو احنا عاوزين المساحه دي بالظبط ياخدها هندوس فروم ستارت. طب لو عاوزين ان هو ما ياخدش مساحه، لا هو يريبليس بمساحه الفيديو الاصليه، هندوس ريبليس بس. تعال نجرب كده، ريبليس فروم ستارت، ندوس عليها هنلاقي الفيديو نزل بالمساحه بالظبط اللي كانت فاضيه. يعني قطع من الفيديو الاساسي ونزله في المساحه اللي كانت فاضيه. الكلام هيعقد معانا، تعالى ايه ما نخشش في الكلام ده الاول، يعني لسه هناخده بالتفصيل قدام. زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، نقدر ان احنا ندوس على القائمه اللي على اليمين دي الترانزيشنز. لو بصنا عليها كده نقدر نختار من ضمن ترانزيشنز كتير جدا هو بيديها لنا، او ان احنا ممكن ننزل حاجه من ثيرد بارتي، حاجه من مواقع تانية. طيب تعالى مثلا ايه هنضيف افكت مثلا، ولنفترض اللي هو ده. نقدر ان احنا نقف على الافكت ونمشي بالماوس كده، هيورينا الافكت ده عامل ازاي او هيبقى عامل ازاي قبل حتى ما احنا نطبقه على المشروع. هنعمل دراج ودروب على المكان اللي احنا عاوزينه، ولو جينا نشغل بالشكل دوت. طيب الترانزيشنز نفسه اقدر ان انا اعدل فيه. لو دوست عليه كليك هنلاقيه ظهر في الانسبكتور اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، وهنا دي الاوبشن الخاصه بالترانزيشن. اقدر ان انا اتحكم في الاماونت بتاع الزوم او الايفكت بتاعه. اقدر ان انا كمان الستارت والاند بوينتس اقدر ان انا اتحكم فيهم، اللي هي دي. اقدر كمان لو انا دوست كده اقدر اتحكم فيها، او الاند بوينتس اقدر ان انا اتحكم بالشكل دوت، اقرب، اصغر، ابعد، وهكذا. والفيد ان والفيد اوت برضو نقدر ان احنا نغير الشكل بتاعها. ده بالنسبه للترانزيشنز. اقدر ان انا كمان ازود في المساحه بتاعته بالشكل دوت، او ان انا اقللها اكتر من اللازم، عن طريق ان انت لو دوست على الطرف بتاعه من هنا كده وزودت او قللت، هيزود ويقلل في الطرفين. طبعا كل ما تزود كل ما الترانزيشن يبقى ابطا. طيب يلا بينا ناخد الايفكت الاشهر وهو الماجنتيك ماسك ونشوف بيشتغل ازاي. هنا احنا عندنا فيديو، الفيديو عباره عن الشكل ده او الحلويات دي، معرفش دي ايه. عايزين ان احنا نحدد الشكل اللي قدامنا دون بالماجيك ماسك ونفصلها عن الباك جراوند او عن الخلفيه بتاعتها خالص. تعالى ناخد الاول دبليكيت للفيديو اللي معانا دون، كليك على طول على اوبشن وبعدين تقوم رافع الفيديو بالشكل ده. هيتعمل دبليكيت او يتعمل اتنين منه، ومن هنا هتدوس على الافكت وتنزل على الماسك اند كينج وتختار الماجنتيك ماسك، ونقوم شادين الماجنتيك ماسك دون على الفيديو اللي معانا اللي فوق هنا ده. اول بقى ما نطلع بالماوس على الفيديو نفسه هنلاقي العلامه بتاعه الماوس اتغيرت، بقت علامه زائد بالشكل ده. ولو دوسنا هنا على الماينس والبلس بالشكل ده نقدر احنا نتحكم فيه. طبعا احنا علشان عايزين نضيف الماسك فهندوس اد، وبعد كده نبدا نكليك على الشكل اللي معانا اللي احنا عاوزين نفصله عن الباك جراوند. اول ما نحدد الشكل هنلاقيها اتحدد باللون الاحمر. اللون الاحمر ده احنا نقدر نغيره هنا من الانسبكتور. لو دوسنا هنا نقدر نختار لون احنا عاوزينه. لو مثلا الشكل كان احمر فاحنا نقدر علشان نشوف التحديد فنخليه مثلا اخضر، ولكن الديفولت بتاعه بيكون الاحمر. وبالشكل ده اول ما احنا حددنا الماسك او حددنا الجزء اللي احنا عاوزين نعزله هندوس على انالايز. دوسنا كليك عليها هي انالايز قدام وورا على حسب احنا واقفين فين بالظبط. طيب هنا بعد ما اخلص تحديد للماسك الماجنتيك ماسك للاوبجكت اللي عندنا، طبعا احنا عاملين دوبليكيت فدلوقتي في فيديوهين موجودين معانا. لو عايزين نشوف الفيديو اللي اتعمل له الماسك اللي هو الاولاني بكل بساطه هنخفي بس مؤقتا الفيديو اللي تحت. ازاي تقدر انت تخفيه؟ لو دوست الاختصار حرف الفي هنلاقي الفيديو اختفى مؤقتا بالشكل ده. بنحتاج امتى نخفي الفيديوهات زي كده؟ لو احنا عندنا ماسك عايزين نشوف الفيديو اللي فوق بس فهنخفي الفيديو اللي تحت. حته الاخفاء في الفاينل كات برو ميزتها ان هي بتلغي او ان هي بتمسح خالص طبعا مؤقتا الفيديو بالافكتات اللي عليه. يعني مثلا لو انت عندك بروجكت تقيل فيه فيديوهات كتيره جدا وانت عاوز تشوف حاجه معينه في تكست مثلا معين انت عامل فيه انيميشنز معينه، وعاوز تشوف الانيميشنز دي ماشيه تمام مظبوط ولا لا، بس مش عاوز تشوف يعني او مش لازم ان انت تشوف الفيديوهات اللي تحتيه كلها. فبدل ما تعمل ريندرنج بقى وتشوف الفيديوهات بالبطيء، او يا اما انت تنزل الجزء دوت بس تعمله اكسبورت وتشوفه، فانت ممكن تخفي كل اللايرز اللي تحت وتسيب بس اللاير بتاع تكست مثلا او الحاجه اللي انت عايز تشوفها ظاهره، والباقي كله مخفي بحرف الفي. هتلاقيه ماشي سريع جدا لان هو بيخفيها
بالرامات بتاعتها بكل حاجة، بيخلّي الجزء اللي أنت محدّده سريع. تعالَ نكمّل لو دوسنا هنا حرف الV عليها كده إحنا إيه الفيديو اللي فوق ده فيه الobject اللي إحنا عملنا له الmask بالشكل دوّة. نقدر إحنا نستخدم بقى إيه الجزء اللي تحت إن إحنا نضيف عليه، دي عادةً أنا باعملها كتير في الفيديوهات بتاعتي، إن أنا بافصل الobject اللي هو العنصر اللي هو أنا يعني، وأضيف تحت مثلًا هنا لو جينا على الeffect اللي إحنا دايسين عليها الeffect كده، جينا هنا على effect معيّن مثلًا colors مثلًا، طبعًا أنت لمّا بتيجي تدوس عليها بالماوس زي ما عرفنا إن هو بيورّيك الeffect دوّة هيبقى عامل إزاي. نختار الشكل اللي إحنا عاوزينه وهنعمل له drag على الفيديو بس اللي تحت بقى مش اللي فوق. كده عملنا أبيض وأسود للbackground وألوان للجزء اللي مقطوع بس. بكل بساطة دي. طب عايزين نغيّر الeffect أو نمسحه من فوق هنا عند الinspector هنلاقي الeffect اتضاف color adjustment 1 نقدر إن إحنا نكليك عليه أول ما يبقى أصفر كده معناها إن هو active نقدر إن إحنا نتعامل معاه سواء نمسحه نعدل عليه أو نخفيه من علامة الصح نخفيه أو نظهره. عايزين نمسحه نعمل delete عليه يتمسح. طيب عايزين نضيف effect تاني نختار effect تاني غيره نقول ده مثلًا شكلها غريب شوية بس أهو اتضاف. والمرّة الجاية هناخد الصوت والتعامل مع الأصوات كلّها في الFinal Cut Pro بتبقى عاملة إزاي، وإزاي إن إحنا نقدر نضيف عليها كمان إفكتات للصوت نفسه، سواء صدى الصوت اللي بنسمعه أو مثلًا ممكن إفكتات للتعديل عليها. اللي عنده أي استفسار في الجزء اللي إحنا شرحناه النهارده يكتب لي في الComments وهارُد عليه على طول في أسرع وقت. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.